السلام عليكم خوتي، تحية للجميع وتحية لكل المتابعين والمشاهدين لهذه القناة، ونحيي الجميع ونتمنى لكم أمسية سعيدة إن شاء الله. موضوعي اليوم أتحدث عن واحد من المرتزقة المعروفين، وهو يدعي أنه ليبي، وأنا أشك أن يكون من أصول ليبية، لأننا نعرف عن الشعب الليبي الشهام، شعب الرجولة وشعب البطولات، لا ينزل إلى هذا المستوى لمساندة الظالم والظالمين. وخليكم تستمعوا لي. إخوتي الجزائريين، سأقول لكم كلمة من قلب محب والله العظيم. إن المبارزة التالية بينكم وبين المغاربة قد رأيناها وقد حسمت. كان المغاربة يمتطون فيها جواد التاريخ ويضربون بسيف الوثيقة والحقيقة. لقد هزمتم فيها شر هزيمة ومرغتم فيها في التراب، فالخوض فيها ليس والله إلا تضييعا لأوقاتكم وأعمالكم، وكل هذا سيكون على حساب بناء دولتكم. أما بالنسبة لقضية الصحراء فالمغاربة يقفون على أبعد نقطة منها، وقد تركوها وراءهم، وأعينهم ترنو إلى الصحراء الشرقية، ورقابهم تشرئب لنسيم الصحراء الشرقية. أصلا ليست مسألة الصحراء المغربية إلا خطوة زادتها فرنسا لتعرقل المغرب في طريقها للوصول إلى طريقها الحقة. إخوتي، إن قمحة البوليزاريو قمحة مقلية لن تنبت أبدا مهما سقيتم فيها، فلا تضيعوا عليها ماءكم عليها أوقاتكم، فإنكم لن تجنوا منها خيرا أبدا. وأعدكم بمبارزة تاريخية أخرى مع الليبي. راكم سمعتوا هذا المرتزق هذا، وكان في اللايف تاع اسعد الله شرعي مرتزق ايضا، هو ايضا معروفين المرتزق هذا، لانه المخزن يستعين بالمرتزقه الاجانب هذا، لانه ما يقدروش يواجهوا الشعب الصحراوي ولا الجزائريين في مواضيع تاريخ، ولا في موضوع قضيه الصحراء الغربيه. اذا يستعنوا بالمال وشراء الدمم من دول عدة، من بينهم مصر، ومن بينهم سوريا، وتلقاه سوري، تلقاه مصري، تلقاه ليبي، تلقاه تونسي، تلقاه موريتاني، تلقاه جزائري. حتى الجزائريين أيضا فيهم مرتزقة ويؤيدون أطروحة المملكة المخزنية. هذا الإنسان يقول أننا إخوان، لسنا إخوانك، ولا يشرفنا أن تكون أخا لنا، لأننا لن نقبل أن يكون أخا بيننا مرتزق أو ظالم، أو أنه يؤيد ويساند أو ينبطح للظالمين. وأن هذا الإنسان يرى أن القضية قد حسمت، ولا أدري متى حسمت. هذه قضية الصحراء الغربية أعتقد أنها حسمت في عقله، وأن القضية الآن في الأمم المتحدة وحوالي 50 سنة، وأن المملكة المخزنية تلهث وراء الدول الأوروبية، وراء الدول الإفريقية، وفي الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الإفريقي وغيرها من أجل مساندة المقترح ديالها. وحتى وإن قالوا كلهم بالمقترح، المملكة المخزنية لن يغير شيئا، أن تقرير المصير هو تقرير الشعب الصحراوي، أي أن الشعب الصحراوي يجب أن تكون له كلمة مسموعة في العالم، وهو صاحب الشرعية، وهو له الحق في الاختيار. أيضا يقول يمتاطون فيها فارس أو حصان أو غير ذلك. يا أخي، يمتاطون فيها حمار التاريخ وليس التاريخ الحقيقي، لأن التاريخ الحقيقي بعيد عليهم كل البعد يا مرتزق. وإحنا نعرف أنهم معروفين بالتدليس أيضا، معروفين بالتصوير أيضا، يضربون بسيف التصوير والتدليس والفوتوشوب والمونتاج، وكلكم يعرف هذا الناس هذو. وأن المواقع التواصل الاجتماعي تعوج وتموج أيضا
الفيديوهات المفبركة عن الجزائر وعن قضية الصحراء الغربية وغيرها والتدليس في الوثائق وغيرها. إذا كل هذه الأدلة اللي عندكم بالفوتوشوب وبالكذب وبالتصوير، لماذا لا تأخذونها إلى الأمم المتحدة؟ أحسن لكم، فاهم؟ بدل من اللي قاعدين صدعتم بها رؤوسنا في المواقع التواصل الاجتماعي، فاهم؟ وهم معروفين كما قلت بالمونتاج والتزوير وغيرها. كم شفتوا كيف أنه اثنين في تركيا شواد تزوجوا، داروا حفل عرس وعملوا فيديو وغيرها. هم خذوا الفيديو هذاك ونشروه على أساس أنه ابن شنقريحة، أنه متزوج مع فرنسي، وهذه أدلة موجودة بالوثائق أنه هذا، والصور أنه هذا الفيديو هو في تركيا، وأنه هذه الصحف كلها اللي خرجت وصورت وغيرها العرس هذا هي في تركيا وبالأدلة، فاهم؟ مش تعرف أنه ناس مزورين من بكري، مزورين هذو الناس يتمشوا إلا بالتزوير، هذا الناس هذو، فاهم؟ يقول لك أنكم ضيعتم بناء بلدكم وغيره من الأشياء والتافهات والأكاذيب. نحن لم نضيع شيئا، ويبقى التاريخ شاهدا على مواقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية. نحن لا نباع ولا نشترى، نحن مواقف واضحة كوضوح الشمس أننا نساند المظلومين وفقا للقرارات الأممية ووفقا للقانون الدولي، نساند كل مظلوم على وجه الأرض. إذا توفرت في هذه الشروط، وهو في القانون الدولي وفي قرارات الأمم المتحدة. أعينهم ترن إلى الصحراء الشرقية. قال لك الصحراء الشرقية، أي صحراء؟ منين أتيتم بهذا المصطلح؟ لا يوجد لا في كتب التاريخ ولا في أي كتب الجغرافيا ولا في الخرائط، ولا من يوم خلقت أو تأسست ما يسمى بالطوبوغرافيا، الخرائط، الرسم، الخرائط، ما تلقوا هذا المصطلح الصحراء الشرقية. إذا منين جبتوه هذا؟ إذا نزيدوا قولوا فيه صحراء شمالية وفيه صحراء أيضا غربية، زيدوا قولوا فيه صحراء غربية، زيدوا خذوا البحر الأطلنطي كله، فاهم؟ باش تشبعوا، فاهم؟ شيء اللي احنا الآن الجزائريين خلاهم يفيقوا، خلاهم أنهم يكتشفون حدودهم الحقة، وهي تنتهي إلى غاية واد ملوية. والآن الشعب الجزائري يطالب، ومن حقه أيضا يطالب باسترجاع الأراضي الغربية، لأنها كانت أراضي جزائرية، وبالأدلة وبالوثائق والكتب، وما أكثر الكتب القديمة التي تحدثت عن حدود الجزائر إلى غاية واد ملوية، وأن كل المناطق اللي تقع وراء واد ملوية هي أراضي جزائرية، والناس اللي ساكنين فيها تعود أصولهم إلى الجزائر، فاهم؟ علاش أنكم أنتم مهمشينهم لحد الآن، لا تنمية ولا أي شيء، وزيد أنكم تعايروا في الناس هذو بأنهم جزائريين وتستعملوا العنصرية في حق هذا الناس هذا. لماذا؟ لأنكم عارفين بأنهم ما همش مغاربة، لأنكم عارفين بأنهم جزائريين وأصولهم جزائرية، لهذا تستعملوا العنصرية معاهم. المساكن وجدة والسعيدية وغيرها من المناطق لغاية فديك كلها أراضي جزائرية. أيضا يقول لك أعينهم ترن إلى الصحراء الشرقية، لا، الصحراء القمرية، ورقابهم تشرئب إلى نسيم، تشرئب إلى الجحيم والخراب والدمار والهلاك الذي سيلحق بكم. إن جبهة البوليساريو كما يعتبرها هو قمحة مقلية، لا، هي شجرة ثابتة في الأرض وفروعها في السماء، ولن تستطيعوا إسقاطها مهما حاولتم، لأنها شجرة مباركة. فلا تحاولوا
الاقتراب منها أو تدميرها فيحل عليكم غضب من الله، لأنكم تضيعون أموالكم وثرواتكم تقدمونها على طبق من ذهب للاستعمار الفرنسي والإسباني، وتنازلوا على المصالح ديالكم للاستعمار الفرنسي والإسباني من أجل أن يرضوا عليكم ويؤيدوا الحكم الذاتي. وأيضا يقول لك أنه الرئيس تبون، وهو ليس الرئيس تبون الذي قال هذا القول هذا، شنقريحة هو من قال هذا القول، أن العدو الكلاسيكي هي فرنسا، وأن فرنسا عدوة قديمة للجزائر، وليس من يوم احتلالها للجزائر، لأنه شنت هجمات قبل احتلالها للجزائر، وحاولت مرارا وتكرارا احتلال الجزائر ولم تستطع. ويقول لك أنه فرنسا هي من خلقت مشكل الصحراء الغربية لكي تعطل المغرب من تقدم ومن كذا ومن كذب، ولعنة الله عليك، لأنه الحقيقة ليست هذه. الحقيقة هي أن فرنسا هي من تملي على المخزن ما يقوم به، وهي من تسانده، وشاركت في حربها ضد البوليساريو، ودعمت المملكة المخزنية بالمال والسلاح، ودعمت المملكة المخزنية بالدبلوماسية ديالها في الأمم المتحدة وغيرها وغيرها. إذن فرنسا هي الطرف الحقيقي في هذه القضية، وليس العكس كما تقول، لأن لا علم لك بشيء في قضية الصحراء الغربية، لأنك تستمع إلى ما يملى عليك من طرف المخزن، ومن تحت الأوراق أموالا تأتيك، فلهذا تغض الطرف عن التاريخ الحقيقي لهذه القضية. هنا أتوقف وأكتفي بهذا القدر كفاية، وشكرا والسلام عليكم خوتي. Thank you. Bye.